روتين اقتصادي بارت 2، بس المرة دي للبشرة الجافة والبشرة العادية. هقول لكم على بدايل لمنتجات غالية سعرها 800 جنيه و600 جنيه و1000 جنيه كمان. بدايل سعرها بتبدأ من 200 جنيه وأقل، من هي أكتر بشرة بتتعرض لظهور الخطوط وظهور التجاعيد، بدأ يظهر فيها الخطوط نتيجة إنها بشرة مفتقدة للدهون. فكل الحاجات اللي هقول لكم عليها دي فيها هيالورونيك أسيد وكولاجين، فيها زبدة شيا وفيها زيوت. هقولك دلوقتي على انواع الغسول والمرطب اللي تقدري تستخدميهم، هيدعموا حاجز البشره وهيخلوا البشره محتفظه بنضارتها. كمان هقولك على خطوه تعمليها 3 مرات او 4 مرات في الاسبوع، هتفرق في نضاره بشرتك جدا. بالنسبه للخطوه الاولى وهي خطوه المنظف، عندنا سيترالاين، وعندنا الغسول بتاع شان، وعندنا كمان نيتروجينا هايدرو بوست للبشره الجافه، وعندنا كمان اوركيديا هايدرو بوست، وده برضو الانجريدينتس الموجوده فيه حلوه جدا طبعا. نيجي لتاني خطوه وهي خطوه المرطب، وفي عندنا حاجه اسمها ريمو ادفانس، الانجريدينت بتاعته حلوه قوي. في كمان المرطبات بتاعت كلي للبشره الجافه، كمان درماتيك للبشره الجافه، في كمان المرطب بتاع سيترالاين، وفي كمان المرطب بتاع شان. كل دي حاجات سعرها مناسب جدا، المكونات اللي فيها حلوه جدا للبشره. بما اننا داخلين على الشتاء وانتي بشره جافه معرضه ان يحصل فيها قشور او تبقى شكلها مطفي او باهت ومحتاجه ترطيب زياده، ممكن كمان تستخدمي البانسينول، وهو سعره رخيص جدا وهيفرق في بشرتك جدا. نيجي بقى للنقطة اللي هي بتفرق في نضارة البشرة الجافة فعلا، ده سحر الترطيب للبشرة الجافة، وهو زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا هيدعم معاكي حاجز البشرة، هيمنع الجفاف، هيمنع القشور، وهيدي جلوي للبشرة طبيعي كده. فعلا من افضل الحاجات اللي ينفع ترطبي بيها بشرتك، وامن جدا على البشره، ان زيت الجوجوبا تركيبته زي تركيبه دهون البشره، فمش هيقفلك مسام، مش هيعمل لك مشاكل. تقدري تستخدميه 3 مرات في الاسبوع مثلا، تعملي بيه مساج وتعملي بيه ليفتنج للبشره لفوق كده، وهيفرق في بشرتك جدا.